وتحياتي واحتراماتي للرجال. كي دايرين اخوتي؟ بخير، اموركم هانيه، صحتكم لاباس؟ نتمنىكم تكونوا دائما بخير وعلى خير، وتكونوا دائما في تمام الصحه والعافيه. مرحبا بكم مره اخرى في هذا الفيديو الجديد. الكان اخوتي تسالى وكل غازي قصد بلدو، بحال واحد الحلقه تسالات الحلقه، كل واحد مشى بحالاته. اللي مزيان بقى مزيان، واللي دار العبره حتى راه ماركه. المغرب دار اللي عليه، ايا كانت الانتقادات، سواء اللي جاتنا من خوتنا المصريين، سواء اللي جاتنا من خوتنا اللي في الجزائر او تونس او حتى في السنغال. المغرب دار اللي عليه، انفيسا فلوس صحيحه، نظم البطوله احسن تنظيم، فنادق على اعلى مستوى، الجماهير المغربيه حتى هي كانت فيهم واحد الانضباطيه، ما كانوا لا مشاحنات لا حتى شي حاجه، حتى من الامن وفروه. وتحيه كبيره للسي الحموشي اللي مازال واقف على قدم وساق، لان السي الحموشي راه مازال خدام لدابا، مازال ما ساليناش حنا. بالنسبه لينا القان مازال ما تسالاش. الورا الاخوان، السنغال دات العيب، خوتنا في الجزائر فئات، كاين الفئه اللي عجبهم الحال كيقليو الناس السم بالدارجه المغربيه، وكاين الفئه اللي ما عندهمش مساكن مع كره كاع، وكاين واحد الفئه اللي ما كانوا معانا خوتنا وكانوا معانا وكانوا مناصريننا، وبقى فيهم الحل اللي ما ديناش للكاس. نفس الشيء بالنسبه لمصر، بالنسبه لتونس، وبالنسبه لكاع كل شيء، كاع المنتخبات او كاع الدول المشاركه في هذا الكان هذا. ولكن الاخوان، راه البلاد او المغرب راه بلد مؤسسات، راه حتى واحد ما تيقبل الفوضى في البلاد ديالو. ولذلك اعمال الشغب اللي وقعات في الملاعب او في هذا الكان هذا، راه كلشي كان كيترو ماركه، وكلشي كان كيتصور وتيتوثق. اللي منع راه منع، واللي عكل راه تيودي. رؤوف بن القاسم داك الجزائري مسكين، داك الصانع المحتوى، صراحه بقى فيا مازال صغير، عطاو 3 شهور ديال الحبس و5000 درهم ديال الكفاله، وتقدر الاستئناف تزيدو، تقدر تنقص له، يقدروا يطلقوه، ما عرفناش شنو كاين. ونتمناو انهم يديروا معاه شي حل، لان داك الولد هذاك غير مشى في الرجلين وغير فهمتيني. صناع المحتوى او المؤثرين هما اللي نوضوا عليه داك البلباله باش شدوه مسكين. الله يطلق سراحو خونا، وما نبغيوش انه يعني دريري صغير، سواء كان مغربي سواء كان جزائري سواء من اي بلاد، هذاك دري صغير هذاك نورمالمون حتى ولو كان هو بالفعل اقدم على ذاك الفعل هذاك، ما كانوش خصهم يعني الحبس ولا كفاله 5000 درهم ويطلقوه ويمشي في حالاته. ولكن اللي ما صراحه انا ما نبغيش هو بحال داك الفعل اللي دار بلال الكنوش، اللي عنده الجنسيه البريطانيه، هو جزائري عنده جنسيه بريطانيه، شداتو الكاميرا تيقطع 100 درهم. بالنسبه لي انا كمغربي نقدر نمشي نسرق، نقدر مثلا نمشي بتهمات ديال الضرب والجرح، ولكن راه نخاف انني نقطع ورقه نقديه او نحرقها، لان شي حاجه اللي هي حنا كنخافوا من هذا الشيء. حنا هكا رباونا الناس المدراء ديال الدوله، الناس القائمين على شؤون الدوله هكا رباونا، فلوس شي حاجه مقدسه. ولو انني يعني ما نبغي ليش هو الحبس، ما نبغي ليش هاد التهلكه. والرساله ديال الجزائريين لانهم بانوا في داك الماتش كونتر نيجيريا كلهم هازين الفلوس، الرساله كاين البعض اللي كنعتقد باللي الجماهير الجزائريه كانوا كيقولوا للمغرب نتوما شادين الفلوس ولا بايعين الماتش ولا شارين الحكام ولا كذا، ولكن ماشي داك الشيء. انا على ما كنعتقد على حسب وجهه النظر ديالي البسيطه، ان بحال بغاو يقولوا للمغرب راكم تدخلوا الفلوس الصحيحه من مور هاد التنظيم، هاد التظاهرات الكرويه اللي درتو، وحنا كنانفيستيو ورزقنا، حنا كنانفيستيو ورزقنا، ولكن شفنا الكولاسه بحال هكا. لان تخيل معايا الورقه في هذا الفينال في السوق السوداء راه وصلت ل 4 المليون و5 و6 المليون، ناهيك على الماتشات اللي دازوا بحال دابا مثلا الجزائر ونيجيريا، بحال دابا الماتشات اللي يعني اللي ما كانش فيهم لا ربوع لا توم ولا حتى شي حاجه، يعني اللي ما كانش ماتشات مصيريه، البي وصل 1500 درهم 2000 درهم، وكاين الناس اللي ما لقاوهش كاع البي، ما لقاوهش في السوق السوداء ما لقاوهش. ولكن راه اصعب حاجه انا تنقولها وتنوجه الرساله لخوتنا اللي في الجزائر او اللي جا عندنا مرحبا به،
انك الا جيتي مثلا كنتي انت مثلا جيتي لعندنا لبلادنا مرحبا بك، ولكن خصك تلتزم بالقوانين، لان المغرب راه بلد مؤسسات. باش تقطع واحد الورقه نقديه راه يضربوك تتنقز، راه ما يعقلوش عليك، راه ما غتحميك لا الجزائر ولا بريطانيا. وبالتالي عطاوه 8 شهور ديال الحبس. هادشي اللي سمعنا، الاخبار اللي وصلتنا الى حدود الساعه 8 شهور ديال الحبس لبلال الكنوش. كان بان واحد خينا واحد اخر عاوتاني في لاكار ديال مراكش، واحد الجزائري في لاكار ديال مراكش، قال لهم ما ضيفوناش كما تعاملوا معنا في الرباط كذا وهادي، وناض كيسب وكذا، حتى هو اعتقلوه ويمكن عطاوه 7 شهور ديال الحبس. اما فيما يخص بلال الكنوش، يقال الاخبار اللي كتوصلنا، انا سنقول لكم داكشي اللي هو متداول، ان الجزائر غادي تخلص عليه 50,000 دولار على داك العمل اللي دار، غرامه غتخلصها الجزائر. فيما يخص صاحبنا ديال مراكش عطاوه 7 شهور. خلص في النهائي ديال المغرب والسنغال، الماتش راه كان باين، الامل الشغب اللي وقعت في المدرجات. كاين بعض السنغاليين بعد ما تسالى الماتش مشاو في حالهم، سلتو بحال هذاك اللي كان هز داك الشليه، يقال انهم مشاو ضايفوه وكبروا به فاش وصل للمطار ديال السنغال وكذا ديال داكار وهذا، وفرحوا به بحال اللي قدم واحد العمل بطولي. وانتم شفتوا الاعمال الشغب اللي وقعت. ولكن كان في الصفوف ديالهم واحد الجزائري اللي كان صداتو الكاميرا، حتى هو كان كيتضارب مع دوك سميتو داك الناس اللي تما، دوك المغاربه، دوك الحراس وداك الشيء اللي كان تما، داك البوليس وداك الشيء، حتى هو رصداتو الكاميرا وتعتقل. واللائحه لا تزال طويله. اما خلاص فيما يخص راه السنغال، راه سمعت انا شي 504 اللي شدوا، وما كاين غير الدف. بالنسبه لهاد الاعمال الشغب اللي وقعت الاخوان، راكم شفتوا البلبله اللي وقعات، والمغاربه وللاسف الشديد ما كيميزوش، لان حتى المغاربه راه عندهم واحد الانافه، والمغاربه راه يديروا معاك الحل اللي يتعاملوا معاك، يوكلوك يشربوك، ولكن راه يدوزوك على الماء وما تشربوش في حالات ما لو فكرتي انك تلعب بالذنبه ديالك. وهادشي اللي وقع في طنجه، راكم شفتوا البلبله وقعات وما كيميزوش الخضر واليابس، كلشي بحال. لان صراحه كاينين واحد الفئات ديال السنغاليين او الافارقه اللي عايشين في المغرب بلا وراق بلا حتى حاجه حراقه، اللي ترفع لهم القبعه صراحه، ما كيديروا مشاكل. وكاينين منهم اللي مجوجين وما على بالهمش، يعني ناس مسلمين محايدين كاع المشاكل وما على بالهمش شاب كوره. وكاين فئه وحده اخرى اللي هضرنا عليهم لكم في الحلقه اللي دازت، الكريساج، البراكاج، كيبيعوا الحبوب الهلواسه، الحشيش، العصابات منظمه كيديروها كحله. سيرتو في طنجه معروفه بهم. الا دخلتي مثلا لحومه الشوك كتلقى كراج في دوك الدروبه ديال حومه الشوك، دوك يعني الازقه الضيقه، كتلقى كراج ساكنين فيه 14. فاش كيخرجوا بالليل ما نحتاجش نقول لك شنو كيدير، وهادشي راه معروف. الو حنا كمغاربه باش نكونوا واقعيين، هادشي ما فيهش العاطفه بالنسبه لواحد حنا كنعرفوه. مثلا في الحومه، حنا في الحومه معنا واحد 3 ولا 4 العناصر كنعرفوهم، يعني كاين واحد الشهاده الحق في حق داك الناس هادوك، لا حرج عليه. ولكن ملي كتكون اخويا الكتله، راه مصيبه كحله صح. راه شحال الاموال تيصوروا في السطوبات وفي الشوارع، كيصوروا فلوس ديال بصح وكيديروا المشاكل. دونك حنا مع الترحيل ديالهم. الدوله بالفعل عندها اتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي كتشد واحد 500 مليون يورو سنويا، ولكن حنا كنتاداو. دونك خصهم يمشيو بحالاتهم. سفري عظمي، ما فيهاش مساله ديال السنغالي ولا هذا كوموريان ولا هذا من جنوب افريقيا، ولا بحال كلشي بحال. الي على اينا الاخوان. الشيء الاخر اللي شفناه هو المدرب ديال السنغال والمدرب داك حسام حسن ديال مصر.
قال لك حقا الفندق ماشي داكشي اللي بغاو، هذاك اللي جا اون فاس مع البلايا. واش عرفتي شحال داير تما السكن وشحال داير في البوليفار. وداك الفندق نسات لي غير السميه ديالو، راه من ارقى الفنادق اللي كاينين تمايا. الكيران كي دايرين، قال لك حققت لهم الناموس، الجمهور ما مزيانش، النقل ما عجبهمش، الناموس، التنظيم ناقص. ولكن غير ان فوا تسالى الكان. نفس الشيء قالوا الاخر داك ديال المدرب السنغال، نفس الشيء. ولكن غير ان فوا تسالى الكان مشاو. المغرب راه خدام، احنا ما درنا معاكم والو، ما درنا حتى شي حاجه، ولكن المغرب راه خدام. الوغ منين مشى حسام حسن في واحد الندوه صحفيه قال لهم لا المغرب مزيان، احسن تظاهره قاريه يمكن كاع حضر لها هو في حياته. قال لك هي اللي تنظمات في المغرب، الجمهور كان مزيان، نقل المواصلات داك الشيء كلشي، يعني المغرب وفر لهم كلشي تقلب 360 درجه. علاش؟ لان المغرب راه خدام والعقوبات كاينه، يعني المغرب راه ما يسمحش في حقه. المدرب السنغال نفس الشيء، قال لك احسن نسخه ديال افريقيا هي اللي تنظمات هذا العام في المغرب. ولكن داك الانسحاب اللي دار منين سولوه علاش انسحبتي، قال لهم انا بغيت نحمي المنتخب. مناش غادي تحمي المنتخب؟ ياك ما صحابك راه كاين البراكاج، وصحابك الحموشي راه ناعس، مناش غادي تحمي المنتخب؟ الحموشي راه واقف على راس على قدم وساق، شمنكيه مخازنيه، شمنكيه بوليس، شمنكيه جوندارم، شمنكيه عسكريه، الدنيا مطوقه ما تخافش. وبالتالي دارت بيناتهم شي حوايج لا اعلم. كاين البعض اللي قال لك الرئيس ديال السنغال حقا يوقع شي انقلاب ما انقلاب. المهم دارت الهضره بزاف. داكشي باش المغرب بغى يعطيهم سميتو الكاس، ولكن العقوبات راه مازال تابعهم. وكاين احتمال ان هاد المدرب السنغال غادي يتمنع سميتو لمده 5 سنين ما يدرب. وكذلك احتمال ان 2 نسخ ديال كاس افريقيا ولا 5 النسخ ولا ما نعرف اللي غادي يتمنع منهم المنتخب السنغالي. بسبب اش؟ بسبب واحد الطيش. ولو كانوا انسحبوا عقوبات ثقيله كانت غادي تهود عليهم. المهم دابا الاخبار اللي كتروج في التالي هذا بخصوص شكون اللي غادي سيقوم على اداره المنتخب الوطني في سميتو في بطوله كاس العالم الجايه، لان بقى تبدا يمكن في مارس، بقات لنا 4 شهور. واش وليد الركراكي ولا طارق السكيتيوي؟ كاين اخبار كتقول لك باللي يمكن وليد الركراكي بغى يقدم الاستقاله ديالو، او اخبار اخرى كتقول لك باللي كاين يعني شي حوار دار بينه وبين القجع بخصوص الاستقاله ديالو. والعلم لله كتبقى كلها فرضيات وتكهنات. ولكن الشيء المؤكد انه قال لك غادي يبانوا شي وجوه جديده في المنتخب الوطني، شي يعني واحد النخبه ديال الشباب اللي غادي يلعبوا فيه او اللي غادي يمثلوا المغرب في كاس العالم ان شاء الله. بالنسبه وليد الركراكي دار اللي عليه، هادشي اللي كاين. ما عمر المنتخب الوطني كان كيلعب بهذا النيفو هذا على منين كنعقل ما عمر المنتخب الوطني كان كيلعب بشي نيفو بحال هذا حتى جا وليد الركراكي بهذه التشكيله هذه. ولكن الشيء اللي داروا فريا هو انه بدا كيستقصي بعض اللعابه اللي كانوا بحال بوفال، بحال سميتو الاخر ماشي الكعبي اللي كان معاهم اللي لعب في المونديال في قطر. كاينين شي عناصر اللي يعني خرج من سميتو من التشكيله ولكن نشوف ان طارق السكيتيوي يقدر يدير شي حاجه. طارق السكيتيوي يقدر يدير شي حاجه، ونتمناو ان شاء الله نشوفوا منتخب اخر بنسخه اخرى بحله اخرى في المونديال. بالنسبه لهاد المشاحنات اللي واقعين دابا بين المغرب والجزائر بخصوص هذا الكان هذا، انا كنشوف بان هذه راه غير فتنه. هادشي راه غير فتنه.
وهادوك راه كيف ما كان الحال كيبقاو خوتنا الجزائريين، كيبقاو خوتنا. والجزائريين جزائريين ديال المواقف، اقسم بالله الا جزائريين ديال المواقف. لان عندي اصدقاء بزاف تما وكنعرف ناس بزاف. داك مساله الكراغلا وداك الشيء كامل هضره خاويه. السنغال هذاك الشغب اللي كانوا داروا، كنعتقد انا شخصيا لو كان دار في شي ملعب في الجزائر وكان يمكن كانوا يطحنوهم، والله تيطحنوهم بالله. والله داك السنغاليين اللي خرجوا من الجزائر، لان عقليه جزائريه عندهم نيشان قومي، فهمتيني، عندهم واحد الكاركتير ديال نيشان. هاكا تشوفوا نتوما في الملاعب ديالهم شنو كيوقع، راه المشاكل وقتيله والروينه كتوقع عندهم في الملاعب غير ما بيناتهم. فما بالك الا دخل البراني ودخلت السنغال وبقاو كيديروا داك الشيء، داك الجمهور والله ما يخرج شي واحد. لذلك حنا دائما كنحاولوا ناخذوا واحد الموقف اللي هو محايد، يعني ما كنبغيوش حنا يعني يوقعوا لنا مشاحنات لا مع مصر ولا مع تونس. حنا امه وحده، خصنا نكونوا دائما متفقين على واحد الراي واحد. المغرب نجح، خص كلشي يعترف، كلشي يعترف المغرب فعلا قد دار اللي عليه، ولو انه كاع ما توفقش في التنظيم ديال التظاهرات الكرويه، ولكن فهمتيني مجامله غير بالنفاق، غير نافقونا باش كتبقى ديك الاواصر د المحبه، وفهمتيني وتقدر تكون. لان المغرب اساسا لا يمكن عداء سميتو الاشقاء في الجزائر. وخير دليل او خير مثال على ذلك هو جلاله الملك محمد السادس في الخطاب الاخير ديالو قال: فخامه الرئيس عبد المجيد تبون هايدي مرحبا، اجي نجلسوا نتناقشوا نديروا الحل ونشوفوا شنو كاين. ولكن ربما كاين شي ضغوطات سياسيه وحده اخرى كتمارس على الرئيس عبد المجيد تبون، لان هو راه معروف ميم في الجيري، معروف ان الرئيس عبد المجيد تبون راه ماشي هو الاداره المركزيه، يعني ما كيتحكمش في كل شيء، وحتى الصلاحيات ديالو محدوده. والرئيس الفعلي ديال الجزائر راه معروف شكون هو، فهمتيني. لذلك يمكن حتى هو شاد، فهمتيني، حتى هو لا ويليه يديه، هو تيقضي المصالح ديالو، اخرين كيقضيو المصالح ديالهم، وداكشي اللي قالوا له كيديروا. هذا هو اللي كاين. كنتمنى الاخوان اننا نتلاقاو ان شاء الله في هذا المونديال هذا، واننا نقدموا شي اداء زوين، وان المنتخب يشرفنا مره اخرى، وحنا فخورين بالرغم من ان الكاس عطيناه للسنغال، وكان داك الشيء فهمتيني دخلات فيه الكولاسه وداك البينالتي هذاك، يعني شي حوايج بانوا شي حوايج اللي كانوا واضحين وضوح الشمس، ان المغرب قال لهم هاكو الكاس ياخذوا يديوه، ما بغيناش اسيدي. ميم حتى حسام حسن راك شنو كان كيقول فاش كان خارج منين تقصاو: حنا دينا 7 المرات، نتوما 50 عام ما ديتو الكاس وكذا وهذه. ولكن منين مشى لتما الفقي ديال المغرب بدا كيزمم له، وصل تما قلبوه 360 درجه. على اينا الاخوان، باش ما نكونش ثقيل على الدم، الا وصلتي لهاد الدقيقه وهاد الثانيه، لايك، اشتراك في القناه، خلي لخوك شي تعليق تحفيزي، ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو جديد. تحياتي للرجال اللي كيضربوا بالنبال.